طالعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، جميله يا بنات. كان نفسي تشموا الريحه الجميله اللي انا شماها يا بنات. بسم الله ما شاء الله، جميله قوي من جوه. هي سخنه قوي مش عارفه امسكها كويس، بس اهي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هشه وجميله وطريه يا بنات، وريحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عسل عسل قوي يا بنات. انا عملتها يا بنات زبده يعني نص كوبايه زبده على نص كوبايه زيت. تمام، ممكن نحط سمنه برضو زي ما اتفقنا، بس انا عملتها يعني النهارده بزبده. تمام، اهي طلعت بسم الله ما شاء الله الكيلو، ورمالي كميه اهي محترمه. لو عجبك الفيديو يا بنات لايك وشير، ولو انتي يا حبيبتي مش مشتركه معايا في القناه نوريني واشتركي معايا، كل اخت من اخواتي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطريه. المقادير موجوده ان شاء الله في كل بيت. المقادير معانا هيكون كيلو دقيق منخول اهو، تمام، واتنين كوبايتين لبن رايب اهو. ولو يا بنات مش متوفر اللبن الرايب بنحط كوبايتين لبن عادي، ونحط عليهم بس معلقتين خل. تمام. طيب نص كوبايه سمنه او زبده على نص كوبايه زيت اهو، اتنين على بعض كده. تمام. نص معلقه صغيره ملح حطها دلوقتي. تمام. وثلاث معالق كبار من السكر، معلقتين او كيس خميره فوريه، كيس خميره فوريه بنات، معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، دي كل المقادير اللي معانا. وهحط بس سمسم، معلقتين سمسم متحمصين كده، معلقتين كبار سمسم. طبعا لو احنا عايزين نحط شمر او ينسون او الكلام ده براحتنا خالص، بس انا ما بحبش احط الشمر واليانسون لان عيالي يعني ما بحبهمش. تمام، بس اللي عاوز يحط تمام. اول حاجه نحط المكونات الجافه الاول. هقول بسم الله. دي اهو منخول يا بنات، نحط عليه كل المكونات الجافه اللي احنا قلنا عليهم: سكر، سمسم، نص معلقه صغيره ملح اهي اهي. قلب المكونات الجافه الاول. بعد كده يا بنات هنزل بالسمنه على الزيت اهو، سمنه تحت اهي او الزبده، سمنه او زبده زي ما احنا عايزين، بس نص ونص، يعني نص كوبايه سمنه او زيت او زبده على نص كوبايه زيت. هبتدي ان انا ابس الحاجات دي يا بنات الاول قبل ما اضيف اللبن. ابس المكونات دي مع بعض بس كده لحد ما الدقيق يتشرب الزبده والسمنه والزيت اهو. اهو تمام. بعد كده هنزل حبه حبه باللبن، لان الدقيق مش زي بعض يا بنات، فننزل يعني حبه حبه كده حسب احتياجنا. تمام، ما نضيفش الكميه كلها مره واحده، لا نضيف حبه حبه. يعني ممكن ما نحتاجش الكوبايتين، نحتاج كوبايه ونص، لان الدقيق زي ما اتفقنا مش زي بعض. بصوا يا بنات زي ما اتفقنا مش هحتاج الكميه كلها اهي بقى الحبه دي، فاحنا ما نضيفش الكوبايتين مره واحده. كده ان انا الم العجينه كده. طبعا يا بنات نخدمها كويس قوي العجينه. لحد ما تبقى معايا قشطه كده، اللهم بارك يا رب. هنسيبها يا بنات كده، هنغطيها بستريتش راب
ونسيبها تختمر خالص ونرجع تاني مع بعض نشوف. يا بنات بستريتش راب اهو. اهو يا بنات هسيبها لما تختمر خالص ونرجع نشوف مع بعض. طبعا باكد يا بنات تاني ان انا ما احتاجتش الكوبايتين اللبن الرايب، ما احتاجتهمش كلهم. بصوا يا بنات اتبقى مني قد ايه، فزي ما اتفقنا احنا نحضرهم وزي ما نحتاج، لان الدقيق زي ما اتفقنا مش زي بعض. تمام، نرجع مع بعض تاني باذن الله لما تختمر. اهو يا بنات اختمرت اهي، اللهم بارك. هنيجي هنا هنشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، حسب اللي احنا عايزينه يا بنات، تكبري تصغري زي ما انت عايزه. ولو عايزه تحشيها عجوه ولا اي حاجه براحتك خالص. تمام، انا مش هكبرها قوي عشان تبقى ايه صغننه كده وجميله. كده يا بنات. بصوا هكمل الصينيه دي علشان ترتاح. هسيبها تختمر على مرتين، يعني انا خمرناها المره الاولانيه اهي، هقطعها هشكلها كده واسيبها تستريح شويه. تمام، خلص وارجع لكم تاني. اهي يا بنات انا اهو كورتها اهو، هسيبها ترتاح 10 دقايق. الكميه دي يا بنات رمت معايا، استنى كده عشان اوضحها اكتر. اهي رمت معايا دي الصينيه دي كده، دي في الاول، والصاج دي برضو اهو، ده من الكيلو يا بنات. هسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هنبتدي ان احنا نبططها وندخلها الفرن. اهو يا بنات قعد 10 دقايق اهو، مش هتتعبنا خالص لانها مختمره كويس قوي اهو. بسم الله ما شاء الله. وزي ما اتفقنا نعمل اللي احنا يعني المقاس اللي احنا عايزين، كبيره صغيره، عايزين نحشيها عجوه، عايزين نحشيها اي حشوات تانية براحتنا خالص، مش هتقول لنا لا. يعني ناكلها كده بالشاي تمام قوي زي ما انا عامله كده النهارده. لو انت وصلت لحد كده معايا في الفيديو لايك وشير، وقومي يا بنات، قومي يا حبيبتي اعملي لعيالك وفرحيهم، واملي بيتك كده بالخير. مش عايزه ازنقهم في بعض، اخد راحتها كده. هظبطها بواحده تانية. اهو يا بنات بالشكل ده. ممكن اسيبها 5 دقايق كمان ترتاح قبل ما ادخلها الفرن عشان تبقى مختمره وجميله كده وقبه وحلوه يعني. تمام، ندخلها الفرن ونشوفها مع بعض على درجه حراره 180 على الرف اللي في الوسط يا بنات. تمام، نسيت اقول لكم على حاجه يا بنات قبل ما ندخلها الفرن. نفس الكوبايه اللي انا كنت بعمل بعير بيها السمنه والزيت وكده، بحط شويه حليب عليها كده لبن، وبدهن
القرصه كده. تمام يا بنات، علشان مش عايزه احط بيض واظفر والكلام ده. فاللبن بشويه زيت صغيره او سمنه بيديني نفس النتيجه. عايزين نحط اي حاجه تانية على الوش عليها ماشي اوكي، نحط مفيش مشكله، زي الحبه السوداء، زي سمسم، بس انا حاطه اصلا في العجينه سمسم فعشان كده مش هحط. تمام يا بنات. اهو يا بنات بعد كده هندخلها الفرن ان شاء الله على درجه حراره 180. اهي يا بنات خرجناها، طلع بسم الله ما شاء الله تبارك الله، جميله يا بنات. كان نفسي تشموا الريحه الجميله اللي انا شمناها يا بنات. بسم الله ما شاء الله جميله قوي من جوه، هي سخنه قوي مش عارفه امسكها كويس، بس هي بسم الله ما شاء الله تبارك الله هشه وجميله وطريه يا بنات، وريحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عسل عسل قوي يا بنات. انا عملتها يا بنات بزبده يعني نص كوبايه زبده على نص كوبايه زيت. تمام، ممكن نحط سمنه برده زي ما اتفقنا، بس انا عملتها يعني النهارده بزبده. تمام، اهي طلعت بسم الله ما شاء الله الكيلو، ورمالي كميه اهي محترمه. لو عجبك الفيديو يا بنات لايك وشير، ولو انت حبيبتي مش مشتركه معايا في القناه نوريني واشتركي معايا كل اخت من اخواتي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.